حنا في شهر رمضان فقط كنحتاجو أطباق خفيفة بالنسبة للعشاء. فكرت نوجد فخيدة دجاج في الطاجين اللي كيجي مع البصلة معسلة. أولا كناخد بصلة واحدة كنقطعها بشكل طولي، كناخد فخيدة دجاج اللي كنت غسلتهم من قبل بالحامض، من بعد كنشرملهم. بالنسبة للشرمولة اللي كتكون من القزبر، المعدنوس، الثوم وعصير الحامض، فلفل حار، ملح، زنجبيل، قزبر مدقوق يابس، فلفلة حمرا حلوة وشوية زيت الزيتون وشوية السمن. كنحاول نحلهم شوية بالسكين، كنوضعهم في علبة تخزين بالنسبة للمجمد، ومنين كنحتاجهم كناخد فقط الكمية اللي محتاجاها. بهذه الطريقة فكنكون ربحت الوقت، كنوجد الأطباق بسرعة. فحاولوا تشتركوا في القناة، نوجد وصفات بزاف بهاد الفخيدات إن شاء الله. نرجعوا للوصفة. من بعد ما نزلت الفخيدات اللي كنت شرملتهم من قبل فوق البصل، كنضيف عليهم قليل من الملح والزيتون الأحمر والحامض اللي كيكون مرقد من قبل، مع قليل من زيت الزيتون. وفي الاخير كنضيفوا نصف كوب من الماء وكنخليو الطاجين يطيب، ما كياخذش الوقت بزاف حتى ما يبقاش فيه الماء نهائيا. ونحصلوا في الاخير على البصل المعسل مع الفخيدات ديال الدجاج اللي مشرملين. بالنسبه للشرموله ديال الدجاج غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هذا هو الشكل النهائي لطاجين الفخيدات بالدجاج وبالبصل المعسل، فرافقته مع البقوله. إلا بغيتو نشاركها معكم في فيديو لاحق إن شاء الله اكتبوا لي البقولة في التعليقات، مع المقليات، البطاطس والدنجال والفلون في الأخير. بالصحة والراحة.